السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه سكينه. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد الجبن رائع وتيوجد بسرعه رائع البنات وتيجي متماسك. ثلاثه المكونات البنات وكيجي رائع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا ما شاء الله كيفاش طلع غزال. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير مع بعضياتنا ان شاء الله. السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله اليوم شنو غادي نحتاجو في هذا الجبن ديالنا اللي كيطلع رائع البنات وسهل واقتصادي في نفس الوقت وكيطلع يعني كينجح 100%. غادي نحتاجو هنايا الكميه على حسب الرغبه اللي بغيتو. المهم كل نص لتر ديال الحليب، نص لتر ديال اللبن. انا درت هنا نص لتر ديال الحليب كان عندي في المجمد هذا. وغادي نحتاجو شويه الملحه. الكميه نتوما كتحكموا فيها على حسب. الا درتو يترو غادي ديروا يترو ديال اللبن ويترو ديال الحليب. درتو نص يترو غادي ديروا نص يترو ديال اللبن ونص يترو ديال الحليب. وغادي نحتاجوا عصير الحامض ولا الخل على حسب الرغبه اللي بغيتو نتوما. الا عندكم العصير ديال الحامض غادي نديروا معلقه كبيره ديال عصير الحامض. ما عندكمش الحامض غادي تبدلوه بالخل. غادي ديروا معلقه كبيره ديال الخل. دابا غادي ندي انا هاد الكاسرول فوق النار حتى يغلي لي الحليب مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. هنا الحليب ديالنا البنات راه قريب يغلي. هانتوما كتشوفوا بدا يدير داك الرغوه. غادي نبقى نحرك مره هذاك الزعتر حيت حركت اللبن بقى لاصق لي في المغرفه هو اللي كيبان لكم تما. غادي نخلي الحليب ديالي تيغلي مزيان واللبن اللي درنا فيه الزعتر وزيت العود هو هذا. غادي نخليو الحليب يغلي مزيان. هانتوما كتشوفوا كيغلي مزيان. نقصوا شويه النار ونخلطوا بحال هكا. التنسيمه البنات كيبقى على حسب الرغبه. تقدروا تبدلوا زيت العود بالزبده، معلقه ديال الزبده على حسب شنو كيعجبكم. تقدروا ما ديروش الزعتر تكتفيو غير بالمليحه. هنا من بعد ما غلى الحليب ديالنا مزيان وعاود هانتوما كتشوفوا حنا كنحركوا. ودابا غادي نكب هذا اللبن. بسم الله. العافيه مهيله. ولا النار تكون مهيله. شوفوا البنات ها هو بدا كيتعزلنا اللبن. شوفوا راه ولا كيبان الماء. هنا تقدروا تزيدوا الحامض. بغيتوا ما تزيدوش الحامض ما تزيدوش الخل على حسب اللي بغيتوا نتوما، على حسب النكهه اللي كتعجبكم. هانتوما كتشوفوا البنات انا غادي نكتفي غير بالزعتر، ما غاديش ندير لا حامض لا خل. هانتوما شفتوا كيفاش تجمع دغيا تبارك الله. كنتمنى يكون يبان لكم. دابا غادي نطفي النار ونخليه يبرد واحد شويه ونصفيوه ان شاء الله. نتلاقاو باش غادي نصفيو الجبن ديالنا. نتوما كتشوفوا البنات انا بغيت الزعتر يكون باين بزاف. نتوما ما بغيتوش يكون باين بحال هكا يمكن لكم تطحنوه. غادي نطفي النار ونخليه تيبرد ونتلاقاو ان شاء الله. هنا الجبن ديالنا هو تعزل ولكن راه باقي سخون. هانتوما كتشوفوا راه باقي البخ كيطلع منه. شوفوا ما شاء الله تعزل مزيان. وهنا نقصت انا من داك الزعتر. بغيتو حتى من بعد ونزين به. نتوما الا ما بغيتوش الوريقات ديال الزعتر يكونوا باينين يمكن لكم تطحنوا الزعتر وديروه مطحون ولا ديروا الزعتر في الحليب وتصفيوه وتخليوه غير النكهه ديال الزعتر على حسب الرغبه اللي بغيتو نتوما. انا بغيت دوك الوريقات ديال الزعتر يكونوا باقيين باينين عفوا في الجبن ديالي. ودابا غادي نصفيه ان شاء الله. غادي ناخذوا واحد صفايه بحال هكا. تقدروا ديروا فيها واحد الفونسمه تكون طايبه معقمه نقيه ولا شي سريبته نقيه متاكدين منها. انا غادي ندير في الشبكه ديريكت. غادي نصفيه في الصفايه ديريكت لان تبارك الله راه تجمع مزيان. هانتوما كتشوفوا
ما شاء الله. هنا مع الكاسرونه عمرت بالماء، غادي نعاود ردو الكاسرونه الاخرى ونخليه تيقطر مزيان. وهاد الماء البنات انا ما تنلوحوش، كنعجن به الكرز، نعجن به الخبز منسم بالزعتر، نعجن به البيتزا. كيجي غزال، تقدروا تحتفظوا به في الثلاجه وقت ما بغيتوه تجبدوه وتعجنوا به، يعني راه منسم وفيه الحليب وفيه اللبن ومنسم بالزعتر. كيجي البيتزا رائعه البنات. هذا الماء انا كنعجن به البيتزا، مع دابا ان شاء الله هذا الشهر ديال رمضان غادي نعجن به البيتزا تكون كثيره ونحتفظ بها في المجمد. وهنا غادي نخليه يبرد شويه ونقادو مزيان وندخلو للثلاجه ونتلاقاو في الشكل النهائي ديال الجبن ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتعجبكم هذه الطريقه، راه ساهله البنات وكتعطينا كميه رائعه البنات. شوفوا كيفاش مجموع ما شاء الله. غادي نبدل الشبكه، ندير شي وحيده صغيره على حساب هذا القياس ونخليها تتبرد مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. البنات الجبن ديالنا من بعد ما خليته في الثلاجه تقريبا واحد ساعه حتى ساعه ونص، لان كميه قليله ماشي كثيره بزاف. دابا غادي نشوفوا الجبن ديالنا كي داير، غادي نقلبوا في الطبسيل. بسم الله. هانتوما البنات الجبن ديالنا رائع، كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان. وهنا تقدروا تزينوه بهاد الزعتر اللي نقصنا قبيله منه، تقدروا تخليوه بحال هكا، تقدروا تزيدوا شويه زيت العود على حسب الرغبه وعلى حسب هانتوما البنات. غادي نقطعوا معكم وتشوفوا رائعه البنات ما شاء الله، ومتماسك مزيان. وان شاء الله تقدروا البنات تحتاجوه في رمضان باذن الله، تعمروا به القطايف، تعمروا به البغرير، ندهنوه بحال هكا في الخبز. المهم الشكل ديالو رائع البنات. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هانتوما كتشوفوا، وبصحه والراحه. الى فيديو اخر ان شاء الله. عواشركم مبروكين، الله يدخل عليكم الشهر ديال رمضان بالصحه والهنا وراحه البال يا ربي امين. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.